ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن الحي ال2021. عايزه اقول لكم على حاجه. ده الحي 16 اللي انا قدامه، ده اسكان الحي 16. عشان اروح للحي ال2021 اروح له منين؟ بدخل له من عند الحي 16. ماشي، الحي 16 زي ما انتم شايفين كده رفقوا الطرق وحطوا عمدان الكهرباء، ما شاء الله في تقدم رهيب، يعني في تقدم جميل جدا جدا في الاحياء دي. اللي على ايدي اليمين دوت الحديقه المركزيه، واللي على ايدي الشمال ده الحديقه المركزيه. اول ما هدخل على الصينيه اللي قدام دي هتلاقوا بدأنا من اول الحي ال20 والحي ال19. يبقى الحي ال20 والحي ال21 والحي ال19. الحي ال20 وال20 وال19 على الحديقة المركزية. على الحديقة المركزية هنتكلم عن أسعار الأحياء دي، وهنتكلم ايه نظام الشراء في الأحياء دي ل2021 عشان كل أراضيهم مميزة، وهل فيهم إسكان اجتماعي فعلا ولا لأ، والإسكان الاجتماعي الموجود فيهم دوت ده تبع إعلان إيه زي ما احنا سمعنا، وآخر الترافيق في الحي ال2021 هنقدر نبني ولا لسه قدامنا فترة، ولا الدنيا هيكون فيها ايه. طيب هنتكلم عن كل اللي انتوا بيدور في بالكم او اللي بيدور في دماغكم بتفكروا فيه. الناس اللي لها اراضي في ال2021 19 22 في سلسلة حلقات نازلة بكل الاحياء الشرقية دي. اسمع الفيديو ده كويس، والقناة مليانة فيديوهات بكل الاحياء دي. احنا كده ده كله الحديقة المركزية. بدأنا من اول هنا، نبدأ نقول الحي ال20 هنا كده صينية. هنا بقى كده الصينية دي نبدأ نتكلم على الإيد الشمال دوت ال19، الحي 19 كله قطع 276 و209. واللي على إيد اليمين دوت الحي ال20 كله أراضي مميزة، وفي مجاورة واحدة بس هي اللي إسكان اجتماعي. مجاورة واحدة بس اللي هي إسكان اجتماعي. طيب شايفين الطريق دوت؟ شايفين العواميد دي مدخلاني كده على أراضي الحي ال20 مجاورة 2 ومجاورة 1. الطريق اللي فات دوت كده ادخل، يعني شايفين المجاوره 2 ومجاوره 1 تعتبر برضو لها طريق رئيسي. بصراحه الحي ال20 حلوه قوي، متفتح من الاربع اتجاهات. هتلاقوا من الاربع اتجاهات كل مجاوره على طريق، كل مجاوره في الحي ال20 على طريق وطرق رئيسيه وطرق جميله جدا. فهمتوا قصدي ازاي؟ ده كله اللي على ايد اليمين ده كله الحي ال20. الحي ال20 هو ما يعني هو 4 مجاورات بس. ال20 4 مجاورات، مجاورة 1 و2 و3 و4. مجاورة فيهم واحدة بس هي اللي إسكان اجتماعي، و3 مجاورات 500 لحد 800 متر و1000 متر في الحي ال20. قطع كلها مميزة. طب نيجي نتكلم عن المجاورات بتاعته. ماشي، دي مجاورة 2 و3، دي أنا ماشية قدامها دي اللي هناك اللي فيها الاسكان دي مجاوره 3. اللي كانت ورا الاسكان دي اللي كانت على الطريق اللي انا كنت ماشيه عليها دلوقتي كانت مجاوره 2. جوه الطريق اللي انا وريته لكم عند الصناديق كانت داخله لمجاوره 1. مجاوره 4 ورا الاسكان ده. هندخل دلوقتي ونشوف كل الحي من جوه، وهنتكلم على كل حاجه في الحي. طيب الاسكان بتاعنا ده في مجاوره كام؟ في مجاوره 3. الاسكان ده في مجاوره 3، يبقى الاسكان بتاع الحي ال20 موجود في مجاوره 3. مجاوره 3 ومجاوره 2 دول باصين على الحديقه المركزيه. مجاورة 2 و3 دول اللي باصين بره على الحديقة المركزية. ماشي، هتقولوا لي طيب مجاورة 2 و3 ازاي باصة على الحديقة المركزية؟ ما انتوا لو خدتوا بالكم انا كنت جاية من على الطريق كانت الحديقة المركزية كلها موجودة. 3 واخدة شوية على الحديقة المركزية هي و2. طيب بسرعة كده، اللي محتاج باب وشباك او نوم انتريه مطابخ اي حاجة تخص الخشب حلو اي حاجة، الرقم بتاعهم هو تواصلوا معاهم في العاشر من رمضان وخارج العاشر من رمضان في اي مدينة جديدة جنب العاشر من رمضان بيوصلوا الشغل لحد هناك. زي ما انتم شايفين كده، يعني شغل خفيف، شغل تقيل، شغل عمولة جاهز، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقيه عندهم. ده رقمهم 01000 16 16 05. تواصلوا معاهم. تعالوا بقى نكمل الحي بتاع الحي ال20. الاول اللي حابب يطلع رخصه جواب حفر عندنا المكتب الهندسي. اللي حابب يبني وعايز مكتب هندسي اشراف ومباني وكل حاجه عندنا برضو المهندس احمد، ومعنا مهندس كمان بنتعامل معاه. اللي حابب يبيع ويشتري في العاشر من رمضان عندنا المكتب موجود. يبقى احنا كده داخله بقى انا كده على حديقه على مجاوره 3. المجاوره 3 دي باصه على 19 وباصه على الحديقه المركزيه. مجاوره 3 دي باصه على الحي 19 وعلى الحديقه المركزيه. منها باصص على الحديقه المركزيه من اتجاه بص على الحديقه المركزيه، ومن اتجاه بص على الحي 19 اللي هو على ايد الشمال دلوقتي. لكن ده شايفين هنا كمان حتى الوحدة المية يعني بتاعة المية والصرف بدأوا يشتغلوا فيهم بتاعة الحي ال20. ففي تقدم، في تقدم كبير جدا جدا في الحي ال20. أنا كنت جيت لكم في رمضان، يعني في رمضان اللي فات ده، قلت الناس اللي في الحي ال20 وال21 باين أو ال21
مش فاكره بالظبط كان انهي حي، بداوا يسلموا محضر الاستلام، بداوا يسلموا محضر الاستلام. يا جماعه الكل ينهض يستلم محضر الاستلام بتاعه. في ناس طبعا ما كانتش تعرف واتاخرت عن استلام محضر الاستلام بتاعها، فاجوا يستلموه. حصل ما بينهم وما بين مثلا الجهاز، قال لهم اتاخرت كتير، فرفع مش عارفه بيقولوا اعمل ورق كذا وكذا وكذا، والحمد لله الناس اللي كانت متاخره تواصلوا معايا واستلموا. هو بس المشكله كلها الناس اللي لسه ما استلمتش محضر الاستلام بتاعها لحد دلوقتي ما كانتش تعرف او مسافره بره، بسرعه انهض استلم محضر الاستلام بتاعك، لان بعد فتره بتبقى خلاص الارض ممكن تروح عليك، لان انت لا رديت عليهم ولا شفت محضر استلامك ولا عرفت نظام بقيت اوراقك او الدنيا هيبقى فيها ايه. فهم كده يعني ما عادش فيه حد جاي لقطعه الارض دي، بيقعد مده فتره طويله وبعد كده هيرجعوا يطرحوها تاني، او بعد كده انت مش هتعرف تاخدها. فاي حد له محضر الاستلام مش يستلمه في الاحياء دي في ال20 او ال21 يبدا يسال، يبدأ يسأل. هتلاقوا فيديو على القناة بالكلام اللي أنا كنت بقوله ده كله في الأول. فأي حد له محضر استلام متأخر يبدأ يجري فيه ويشوفه فين ويبدأ يستلمه. أهو ده كله 19، يبقى ده كله 19 ما شاء الله بني. هو كمان احنا داخلين دلوقتي على الحي، هندخل جوه المجاورة الحي ال20، هندخل جوه الحي ال20 دلوقتي. هو داخلة كده على الحي ال20 اهو. دي مجاورة 3 اللي أنا داخلاها، اللي هناك دوت اللي على ايد اليمين هناك دوت اللي لازق بعد الاسكان على طول، الارض الفاضيه اللي لازقه في الاسكان دي مجاوره 2. ماشي. عشان ادخل بقى اللي ورا الاسكان المجاوره، اللي ورا الاسكان المجاوره 3 دي مجاوره 4، اللي ورا مجاوره 2 مجاوره 1. يبقى 1 و4 باصين على الحي ال21، 4 و3 باصين على 19، 1 و2 باصه على هتبقى على الاندلس وعلى النرجس، 2 و3 على الحديقه المركزيه. انتوا فهمتوا كده الدنيا فيها ايه؟ عايزه اقول لكم عشان بس الحي ده جاي كده ايه اللي هو يعني تحسوا ان هو، بصوا انا بقول لكم اللي هو إيه كذا وكذا باصص على كذا ازاي وانت بتصوري، فهو جاي بدورانات شويه. ماشي. شايفين العواميد اللي هناك دي، اللي هناك دي كلها دي مجاوره 2. عايزه اقول لكم العواميد بقى اللي بعيد هناك دي داخله كده بتدخل تبص لنفسك في الاندلس والنرجس، نبص لنفسنا في الاندلس والنرجس. طبعا اكتر الحي دوت الاراضي المميزه اللي فيه اكترهم دافع قسط، وفي ناس بتبقى مخلصه، في ناس في يعني انا اعرف ناس بتبقى في بسيط قطع بسيطه يقول لك انا عايزه اخلص الاقساط بتاعتي عشان ارتاح. طيب بعد ما استلمنا محضر الاستلام، الناس اللي هتحب تشتري اراضي مميزه زي دي، شايفين لو خدتوا بالكم هناك دوت السنتر بتاع الاسكان اللي هو خلاص الحمد لله ده الاسكان اتحط كمان عليه. عايزه ابشركم ان الاسكان كمان اتحط عليه رقم العمارات، يعني استلم للجهاز. الشركات اللي كانت ماسكه دوت اكتر الشركات سلمت للجهاز، سلمت العمارات للجهاز، فاضل حاجات بسيطه خالص. يعني الاسكان ده يعتبر بتالي 3-4 شهور تبص تلاقي الدنيا هنا متغيره تغيير جذري، فده حاجه حلوه قوي قوي. سمعنا كمان، انا كنت سمعت ان الاسكان ده هيدخل منه اعلان 14، فبجد اللي هيدخل اعلان 14 في الاسكان ده يا جماله ويا حلاوته. انا واحده من الناس انا حابه، انا ماليش في الاسكان الاجتماعي قوي بس حبيت الاسكان الاجتماعي ده قوي، لان الجماعه دخلوني اتفرجت عليه جوه. فاسكان الاجتماعي بتاع ال 2021 تشطيبه حلو جدا جدا جدا، التشطيب بتاعه كله جميل. الشركات اللي ماسكه بصراحه مروعه على التشطيبات هناك. فالناس اللي حابه بقى تشتري في الاسكان، مش في الاسكان الاجتماعي، في الارض المميزه دي، طالما محضر الاستلام استلمته مفيش عندك اي مشكله، انت كل حاجه بقت باسمك على طول، والتوكيل على طول باسمك، وليك حق البيع والاداره والمباني وكل حاجه، مش زي الاسكان الاجتماعي. يعني الاسكان المميز مش زي الاسكان الاجتماعي. فهمت قصدي ازاي؟ لكن لو كان لسه في اراضي تاريخ محضر الاستلام لسه اصحاب القطع ما استلموهاش، وانت هتشتري قطعه ارض لسه محضر الاستلام ما استلمش، انت بس لما تيجي تستلم محضر الاستلام بتحتاج المالك بس مره واحده بس ساعتها. اتفق مع المالك ان المالك لما انا اجي استلم محضر الاستلام لو هيبقى في مشكله معايا وانا بستلم محضر الاستلام، برضو حتى لو في توكيل بس عشان المحضر لسه ما استلمش، حضرتك هتبقى موجود معايا ساعه استلام المحضر. بس يمكن اي اسكان مميز محضر استلامه موجود وتعمل لك توكيل بيه، الدنيا كده تمام خالص، كانك انت صاحب الارض خلاص. تبني بقى وتبيع شقق، تبني وتسكن، تدخل مرافقك، تسلم البيت للجهاز، الدنيا بتبقى تمام كلها خالص في الاسكان المميز.